في الحلقة اللي فاتت شفنا زين ويحيى وهم بيمشوا مع الخريطة اللي لقوها، وودتهم على باب كبير عليه شكل ساعة رملية. ولما لمسوا الباب اتفتح ودخلهم على أوضة كان فيها ساعة رملية ذهبية. ولما يحيى لمس الساعة وقفت كل حاجة من حواليهم وحولت المكان كله اللي كانوا فيه كأنها آلة زمنية. وفجأة لقوا حواليهم ناس غريبة بتتحرك. تعالوا نشوف هيحصل إيه ليهم في الحلقة الجديدة. زين ويحيى بيلاقوا نفسهم في زمن جديد، زمن قدماء المصريين، زمن الفراعنة. إيه ده يا زين؟ إحنا رجعنا بالزمن بجد. أنا مش مصدق يا يحيى. وفي لحظة بيتحاصروا من مجموعة من جنود فراعنة، وقائد الجنود قال بصوت قوي: امسكوهم، دول جواسيس من بلاد غريبة. زين ويحيى مش مصدقين كل اللي بيحصل، وعمالين يبصوا لبعض وهم في حالة ذهول. الجنود بيمسكوا زين ويحيى وياخدوهم للملكة، وهم عمالين يقولوا: إحنا مش جواسيس. انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا؟ وايه اللي جابكم على أرضنا؟ إحنا جينا من زمن تاني وتايهين. يا حراس، احبسوهم في المعبد الملعون. الحراس جريوا على زين ويحيى ومسكوهم عشان يحبسوهم فالمعبد الملعون. المعبد الملعون مكان مريب وغريب، شكله مخيف ومتحاوط بالمية من كل مكان. زين ويحيى مصدومين من اللي هم فيه ومش عارفين يعملوا ايه. المكان اللي هم فيه غريب وفيه أشكال غريبة، والمية مالية المكان. الحق يا زين، في حركة غريبة في المية بتعلى، هنغرق يا زين. احنا لازم نلحق نخرج من هنا قبل ما نغرق يا يحيى. وفجأة من وسط المية يظهر تمثال جعران ضخم بيهز المكان وبيفتح عينه المضيئة. زين ويحيى شافوا الجعران ومعرفوش يتحركوا من الصدمة. الجعران عمال يطلع من المية ويقرب عليهم. يا ترى ايه اللي هيحصل لزين ويحيى بعد ظهور الجعران الضخم ليهم؟ استنونا في الحلقة اللي جاية عشان نعرف حصل ليهم ايه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مسلسل زين في أرض العجائب. استنونا.